إذن إعادة الاعتبار لمرجعية الشيعة كان هذا هدف. وكان السيد السيستاني نموذج للمرجع التقليدي المنفتح. هناك خصوصيات في شخصيات السيد السيستاني الله يحفظه، خصوصيات عجيبة الله عز وجل مفصلة لهذه المرحلة. من الخصوصيات العجيبة قدرته على الصمت. هذه القدرة على الصمت قلما تكون في مرجع ما يتكلم، يخدم بصمته ويستطيع أن يصبر على انتقاد وكلام وعداوة خصومه ولا يجيبهم بكلمة. يستطيع أن يقاوم الضغوط عليه ليتخذ موقفه ولا يريد أن يتخذ موقفه أن لا يتخذ موقفا. هذه حالة. أمر آخر أنه نظر إلى مجتمع العراق، وضع العراق، فرأى أنه لا بد من إعطاء الشرعية للحكومة المدنية، وهذه خطوة ثورية عجيبة في تاريخ مرجعياتنا. حكم مدني ديمقراطي يعطيه الشرعية، نعم، بعنوان ثانوي أعطى الشرعية لحكم مدني يختاره الناس بالانتخاب، وأنه يجب على الناس أن ينتخبوا، ويكون الحكم شرعيا ويكون مبرئا للذمة. هذا أيضا هذه نقطة في مسار هذه المرجعية. كم تكلموا عليها، مرجعية قاعدة، مرجعية نائمة، مرجعية أبدا، ولا تجد كلاما ولا تجد جوابا منه بحرف أبدا. مرة أنا قلت لسماحته، قلت له سيدنا أنا أقدر أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هو نموذجكم، لأنه بالدقة العلمية والتعمق العلمي تشبهه في إبعاد ذويك أولادك عن الأمور المالية ومؤسسات المرجع، كذلك في نمط الزهد. هذا النمط هو يريد أن يعيش بهذا النمط، يريد أن يتصرف على حسب قناعته. ماذا أجابني السيد السيستاني حفظه الله؟ قال: ولا تنسى عقل الاجتماعي. وأخذ يتكلم عن العقل الاجتماعي للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وأنه كان يعيش في زمن تكثر فيه الانحرافات، أنواع الانحرافات، البابية نشأت فيه، غيرها. يقول وما تكلم بكلمة واستطاع أن يحفظ له موقف متوسطا يؤثر على الكل. إذن هذا منهج عنده، منهج عند السيد السيستاني الله يحفظه. نلاحظ إذا أرخنا لمسار مرجعية السيد السيستاني نلاحظ أنه أصر على الانتخابات والاستفتاء على الدستور. أصر سيد السيستاني على الانتخابات واستطاع أن يمشيها. لما سيذكر التاريخ أيضا أنه كان قناعته ما يمكننا أنه نقاوم مقاومة مسلحة، نقاوم الأمريكان، لكن كانوا يقولون له كيف نعاملهم؟ قال إذا اشترى منك أمريكي شيء قل له متى تخرجون؟ إذا جاء يشتري كبريت من الدكان قل له متى تخرجون؟ يعني اضغطوا عليهم واسألوهم متى يخرجون. عنده قناعة بهذا الأسلوب، أنه بهذا الأسلوب يمكننا أن نعمل ما يمكننا أن نقاوم عسكريا، يمكننا بأسلوب آخر، بأن لا يستقبل هو أمريكيا أبدا. معروف مرة بريمر جاء للنجف بالمصفحات ورفض، يقول له أنتم ألستم عرب؟ أنتم ألستم عرب؟
ما تقبلون الضيف؟ قال له هذا يختلف. نعم نحن من سادة العرب، بنو هاشم قمة العرب، لكن هذا الأمر يختلف، نعتذر. بنفس الوقت سيكتب تاريخ مرجعيتنا أن هذا السيد إلى الآن مرتين ظهر منه ما لم يكن متوقعا. مرة لما كان يتعالج ويسوي فحوصات في لندن، وكنت أنا أتصل به السيد محمد رضا ابنه الله يحفظه، وهو أيضا عالم مجتهد محترم ويفكر بالرجوع. قل السيد دائما يفكر في النجف، السيد ما عنده لا هم ولا كلام إلا التفكير في النجف، والنجف تغلي، والنجف تقصف من الأمريكان ومن التيار الصدري، وصراع في النجف وحرب في النجف. وجاء كرم أهل الفلوجة، جابوا بمواد تموينية، وجابوا مقاتلين، وجابوا لحى حتى يقاوموا ويهدموا النجف إذا استطاعوا. في تلك الظروف، في ذلك الوقت، والنار مشتعلة والحرب في أوجها، وإذا بهذا السيد الهاشمي ينقض كالصقر من لندن إلى النجف، ويطفئ الله عز وجل به نار الحرب في النجف، ويلقي في قلب السيد مقتدى أن يسمع. السيد مقتدى الصدر يحترم السيد السيستاني احتراما خاصا، يقول أن أي شخص إذا طلب مني شيء أقول له هدف، لكن لما السيد السيستاني يطلب مني شيء أعرف أن هذا ما له هدف، ما له هدف إلا الله والنبي وخدمة العراق. هو يقول أنه إذا طلب السيد معناه أنه هذا أمر ديني ليس له هدف. الله ألقى في قلبه أن يطيعه أيضا، وأنقذت النجف. جرت الأمور لما وصلنا إلى عصرنا هذا، أفاق العراق على شذاذ الآفاق يغزون العراق، يدخلون العراق بلحاهم وبثقافتهم وبتقتيلهم وتذبيحهم. بدأ الموج الإعلام العالمي أيضا معهم. لما رأى السيد ذلك، رأى قبلنا جميعا، قبل الحكومة، قبل الجميع، فهم قبل الجميع أن هذه خطة لها ما بعدها، فانتفض قائما معلنا الجهاد الكفائي. أدهش الناس. نعم هذا هو الموقف. وإذا بالذين يقولون المرجعية النائمة أين هم؟ مساكين نائمون يغطون. بالذين يقولون أن المرجعية في غيبوبة أين هم؟ ما يرون، هم مساكين في غيبوبة. تقدم هذا السيد الهاشمي ذرية رسول الله من ذرية إبراهيم صلوات الله عليه، تقدم وأعلن يجب على الشعب العراقي، شيعة وسنة ومسيحيين، على الكل، المستهدف الكل، والوجوب على الكل أن يقاوموا هذه الموجة الوهابية للسيطرة على العراق. هذا جهاد دفاعي رأسا أيده السيد القائد، أيدته إيران. جهاد دفاعي هذا واضح، كما يؤيد الجهاد الدفاعي في جنوب لبنان أو في أي منطقة. إذن هذا الجهاد الدفاعي أمر متفق عليه مجمع عليه، لكن الكلام، الخبرة، العلم، الدقة، الضربة السياسية العميقة أن يأتي في وقته، وأن تطلق فتوى الجهاد في وقتها. وأنا على يقين بأن الله عز وجل سيوفق العراق والعراقيين ليطهروا بلدهم من رجس هؤلاء. وشاء الله عز وجل أن يكون العراق عاصمة العالم، الإمام المهدي سلام الله عليه، ولذلك سخر له
المرجعية اللي نهضت به كطائر الفينيق من تحت الرماد، انطلقت به، وها هي النجف بفضل الله تنطلق، وإلى جنبها قم المقدسة، وها هو السيد المرجع السيستاني مد ظله، وإلى جانبه مراجع قم الذين أيدوا، وكلهم أيدوا فتواه حفظهم الله، والسيد القائد حفظه الله. هذه هي المسيرة، مسيرة مرجعية الشيعة المتحدة في أهدافها وإن تفاوتت في رؤاها. السيد السيستاني حفظه الله عنده صبر عجيب على هذه الأمور، يصبر. وأنا لاحظت أنه سألته، هو تكلم حفظه الله، أنه عنده تعامل مع الله عز وجل الخاص. نحن نتأذى، ننفعل، لازم بكلام، لازم نستعين على الشيء، هو يلجأ إلى التوسل. وأنا سمعت منه أنه كم مرة ومرة لما تضيق الأمور ويريد أنه يتخذ له موقف، يريد شيء، يطلع إلى السطح ويزور الزهراء ويتوسل بالزهراء سلام الله بجدته. هذا نمط، هذا أسلوب. أيضا علينا أن نتعلم هذا الأسلوب الروحاني العبادي، تحمل من الآخرين مهما قالوا، ليس أنه قالوا واتهمونا ولعنهم الله، لا، غفر الله لهم، حفظهم الله، يقول الله يغفر لهم ويحبهم. أنا لاحظت أنه يحب أعداء وخصومه هذا السيد، ممن هم في إطار الموالين لأهل البيت عليهم السلام، يحبهم. إذن علينا أن نتعلم، وأنه نحن نتقيد فقط بالنص، ولنا عالمنا في مسامحة الآخرين وفي اختيار